استر يا رب، استر يا رب، تمام، استر يا رب، استر يا رب يا ابويا. سحب الطيار. ايه ده نزل ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نشوف الفيديو كامل مع بعض واقول لكم تفاصيله واللي حصل فيه، هقول كلمتين مهمين كرسالة توعية للجميع. بس كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل. يمكن من أصعب الفيديوهات اللي بنشوفها أم على شط النيل عمالة تنده على ابنها اللي بقالها أيام مستنية جثمان، يعني لا بيها كسرتها وحزنها على ضناها ولا بيها جثمانه اللي مش عارفة هو فين لحد دلوقتي علشان تدفن. والموضوع كل ما طول كل ما جابوا فرق غطس مختلفة، والتكلفة طبعا بتكون عالية زي ما قال المثل كده موت وخراب ضياع. والله يا جماعة في شباب ربنا يحفظ الجميع علشان بس راح استحمى غرق يفضل بال20 يوم واكتر اهله مستنيين جثمان. واللي بيحصل ان شبابنا مش بس بيروح علشان يستحمى في النيل في المكان الاقرب للشط، لا دول بيعملوا تحدي مع بعض للي يبعد مسافة اكتر. انت متخيل الكلام اللي انا بقوله لك؟ ومساحة النيل ده غير التيار السريع بتاع النيل، يعني تيار المية لوحده صعب جدا تقاومه. العكس، كل ما عمت مع التيار كل ما هيسحبك لمكان ابعد وهياخدك للنص. مجموعة شباب بيتحدوا بعض للي يعوم مسافة ابعد. طب الكسبان، وعرفنا ان هو خلاص كسبان وطلع على الشط، الخسران بقى ايه مصيره؟ واحنا هنا ما بنتكلمش عن ماتش كورة علشان اللي اتهزم خلاص هيشيل الماتش وخلصنا كده، او ده سباق جري اللي بيلعب يوم ما خلاص يتعب ويتقطع نفسه يقف مكانه لحد ما ياخد نفسه وبعدها يكمل. ده احنا هنا بنتكلم عن رهان قصاده حياتك، يعني لا الميه هتقدر تستنى فيها، خصوصا ميه النيل اللي هتسحبك لمكان ابعد. يعني ما ينفعش تقف في الميه تستنى تاخد نفسك، لا هتلاقي التيار خدك لمكان بعيد وسحبك لجوه للنص، ومن بعدها ربنا يحفظنا جميعا. غير ان في شباب بيستنى المعديه مخصوص بتاعه النيل مش علشان بس يطلع كده على الجزء الاول فيها وينط، لا ده بيطلع على اعلى ارتفاع فيها. وهنا خد بالك انا ما بتكلمش على الارتفاع اللي بينط منه، لا انا بتكلم عن المعديه نفسها. المروحه اللي تحت بتاعت المعديه انا مش فاكر اسمها، سهل جدا تسحبك في ثواني وتفرمك فرم، مش هتقاوم ولا تعرف تطلع منها، هتلاقي نفسك لوحدك كده بتتسحب لتحت عندك. والفيديو اللي قدام حضراتكم ده كنا قاعدين عادي على النيل، مجموعه شباب بيستحموا فجأة طبعا واحد منهم دخل لجوه، بس وهو راجع علشان كان بيعوم العكس فجأة كده قال الحقوني. في الأول افتكرناه بيهزر، حتى أصحابه افتكروه بيهزر، قالوا له أنت بتتكلم جد؟ رد التاني طبعا صوته خلاص رايح وقال يا دي الحقوني. طبعا على ما اتكلموا معاه ورد عليهم وتأكد انه فعلا ما بيهزرش كان الموج سحبوا لورا، بس الحمد لله طبعا ما سحبوهوش لجوه، فاصحابه ما تأخروش على طول في الحال ساعدوا في انقاذ. في الوقت اللي هو استغاث بيهم كان في واحد منهم قريب عليه لكن ما قدرش يلحقه لوحده، فاصحابه ساعدوه في كده، حاولوا مع بعض لحد ما الحمد لله انقذوه. ما عرفوش طبعا في وقتها يطلعوه على الشط علشان سرعه التيار، فكان فيه ممر حديدي مسكوا فيه لحد ما هو اخذ نفسه بحيث انه يطلع لوحده على الشط ويكمل. والرساله يا ريت يا شباب بلاش التحديات اللي بيكون ثمنها حياتك، لو مش علشانك ربنا يحفظنا جميعا علشان اهلك واحبابك. يعني انت بتراهن على مين يكسب في الميه، طب الخسران ايه مصيره؟ كله مكتوب ودي حاجه بتاعت ربنا، بس برضه ما نرميش بنفسنا للتهلكه، ربنا يحفظ الجميع. بس كده، ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل لايك للفيديو ده واعمل متابعه لصفحتنا ده لو مش عامل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.